مساء الفل عليكم. الزتونة في أعمال السيراميك، وتحديدا في موضوع التون أو التوناليتي بتاعت السيراميك. لأي حد بيشتري سيراميك عشان بيشطب شقته، أو مهندس تنفيذ بيصرف كميات السيراميك اللي هيشتغلها في العمارة بتاعته أو في العماير اللي هو شغال فيها، لازم نخلي بالنا من موضوع مهم جدا جدا. إن الألوان بتاعة السيراميك وإن كان بيثبتوا الcolor، ولكن مع كل باتش أو مع كل تشغيلة بيبقى في اختلاف بسيط في درجة اللون، وساعات بيبقى كمان في درجة المقاس والاتجاه أو السهم بتاع البلاطة. فعشان كده دايما بتبقى نصيحتي لأي زميل في التنفيذ واحنا شغالين بيصرف كميات السيراميك اللي هيشتغل بيها، بقول له دايما يعمل حسابه على السبير اللي ناتج عن تكسير، ناتج عن شغل ميكانيكا، مواسير مش عارف حصل لها ايه فشالوا كام بلاطه، شغل الكهرباء مواسير اتسدت فشالوا كام بلاطه. فيعمل حسابه كويس جدا ان هو يكون عنده سبير يقدر يغطي بيه التون ده. احنا ما عندناش مشكله تماما ان احنا مثلا حتى لو احنا شغالين بلون واحد بس حصل فيه اختلاف في درجه اللون، ان احنا مثلا الشقه الفلانيه فيها التون الفلاني والشقه الفلانيه فيها التون الفلاني، الموضوع ده بنقدر نغطيه لما بيكون السكوب كبير وعندنا عدد كبير من الوحدات اللي احنا شغالينها. بنقدر نسيطر على الموضوع ده بشكل من الاشكال. انما المشكله الحقيقيه بتواجه لو واحد بيشطب شقته مثلا، فيروح اشترى كمية من السيراميك، وبعد كده بعد ما خلص فحصلت مشكلة فراح اشترى كرتونتين تلاتة عشان يقفل بقية الشغل. يتفاجئ ان الكرتونتين تلاتة اللي هو جابهم، وان كان مكتوب على الكرتونة اللون مكتوب كل حاجة نفس الكرتونة اللي كانت معاه الاولانية، يلاقي اختلاف بسيط في درجة اللون بيبقى بشع جدا في الحقيقة. احنا ساعات بنتحايل على الموضوع ده بان احنا مثلا التون الجديد بنشغله وزر والتون القديم بنخليه في الارضية، بنشوف مين اللي اكتر فيهم. ممكن نخلف ما بين وزرة وارضية. ولكن برضو قصة الشقة لازم تعمل لنفسك سبير، لازم تجيب كمية سبير تحسبا لأي بلاطة تتكسر وأي حاجة زي كده. لأن بعد 4 5 شهور دايما خلاص الكمية اللي كانت موجودة اتسحبت، بتنزل تشغيلية جديدة بتون جديد. فدايما خلي بالكم من موضوع التون. ده ملخص بسيط جدا 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 عن موضوع السيراميك أو تون السيراميك. إن شاء الله هنعمل أكتر من حاجة بتتكلم على بند السيراميك في الحاجات اللي جاية أو في الزتونة اللي جاية بإذن الله. أنا محمد الدرمالي ودي الزتونة من شغل جودة.